عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هنتعرف على شوية معلومات تهم اي حد عايز يبدأ في مجال السايبر سيكيورتي، زي مميزات المجال، مسار تعلم المجال واهم المصادر اللي تتعلم منها، والاهم من ده كله ان المصادر دي تكون مجانية، وايه الوقت الكافي اللي اقدر اخلص فيه المسار ده. وفي اخر الفيديو هنتناقش في سؤال: لو انا داخل المجال ده كهواية اعمل ايه؟ كوباية القهوة ويلا بينا. من اهم مميزات المجال: اولا لما تتقن المجال وتيجي تقدم لشركة مش بيطلب منك شهادة، خبراتك هي اللي بتحكم. تاني واهم مميزات المجال ده هو كثرة التخصصات اللي فيه، زي الابليكيشن سيكيورتي، الاوبريشن سيكيورتي، موبايل سيكيورتي، نتورك سيكيورتي، كريبتوغرافي، كلاود سيكيورتي، واخر واشهر حاجة معانا هي الامن الجنائي الرقمي. ثالث ميزة معايا وهو العائد المادي الكبير للسايبر سيكيورتي. السايبر سيكيورتي من اهم المجالات الربحية بعد مجال الداتابيز او مع مجال الداتابيز. نخش بقى على المسار التعليمي. اولا CS50. لو انت اول مرة تكتب كود في حياتك يبقى محتاج انك تتعلم اساسيات الكمبيوتر عموما ومكوناته وعلوم الاي تي بشكل عام، وهنا كورس CS50 هيفيدك جدا جدا جدا. الكورس بيديك مقدمة جميلة جدا وسهلة وبسيطة في علم الكمبيوتر. افضل شخص بيشرح الكورس ده مجاني على اليوتيوب، وانا شخصيا متابعه، عبد الرحمن جمال. هسيب لكم لينك الكورس في صندوق الوصف تحت. طيب خلاص كده خلصنا اساسيات الكمبيوتر وكورس CS50 اللي هو سهل جدا. هندخل على الاوبريتنج سيستم، انظمة التشغيل. هتتعرف في الكورس ده يعني ايه نظام تشغيل زي اللينكس والويندوز واليونكس والماك والاي او اس وكمان الاندرويد. من خلال دراستك للكورس ده تبقى قادر انك تعرف نقاط ضعف الانظمة دي وهتحتاجها بعد كده اما تدخل على التقيل. هسيب لكم مجموعة من الكورسات في اسفل الفيديو. شوف ايه افضل مدرب ممكن طريقة شرحه حلوة وممكن تكمل معاه الكورس للاخر، برضو في صندوق الوصف. ثالث حاجة معاه وهو نظام اللينكس، وده الاساس في الاساس. نظام اللينكس هتلاقي كل الادوات اللي بتساعدنا في اي حاجة عايزين نعملها بعد كده. نسخة الكالي لينكس هي مصممة خصيصا للسايبر سيكيورتي، وكمان نظام مفتوح المصدر، يعني نقدر ان احنا نطور ادواتنا بنفسنا ونستخدمها. هسيب لك لينك تثبيت النظام على الكمبيوتر بتاعك، وكمان كورس اللينكس للمبتدئين. وبالمناسبة مجال السايبر سيكيورتي مش محتاج امكانيات جهاز عالية، المتوسطة هيمشي معاك جدا، سواء سايبر سيكيورتي او برمجة. رابع حاجة معانا وهي الشبكات. كورس النتورك مهم جدا لو عايز تطور نفسك في المجال. الكورس ده ليه شهادة عالمية اسمها CCNA. الباشمهندس احمد حنفي من افضل الناس اللي عامله الكورس ده مجاني على اليوتيوب وبشرح عالي جدا. طبعا اكيد مش محتاج اقول لك اني سايب لك لينك الكورس في صندوق الوصف. خامس واهم مجال معانا هو لغات البرمجة. طبعا هستنى سؤال العبقري اللي هيقول لي في التعليقات: هو مجال السايبر سيكيورتي لازم اتعلم له برمجة؟ الإجابة بكل بساطة: البرمجة اللي هتخليك محترف أكتر من أي شخص لو الشخص ده بيستخدم اللينكس فقط. طيب ليه؟ زي ما قلنا من شوية، نظام اللينكس مفتوح المصدر، يعني أنت بتستخدم أدوات لأشخاص تانية هم اللي طوروها بنفسهم. لو أنت عايز تحترف المجال أنت اللي لازم تطور أدواتك بنفسك. ولغة البايثون من أفضل اللغات اللي هتفيدك في المجال ده. ونصيحة شخصية: مجال الفرونت إند او برمجة المواقع برضه هيفيدك جدا في المجال ده، وده لانك هتكتشف كل الثغرات اللي بتبقى في المواقع وهتعرف تستخدم الحق لانك مطور الموقع، وكمان ليها فرص عمل كتير. ففي المجال ده انت اللي مستفيد لو اتعلمت الفرونت اند. والاهم من كده طبعا ان احنا منزلين مسار برمجة الفرونت اند كامل على القناة هنا. سيب لكم لينك الكورس HTML والCSS، كمان شوية هننزل الجافا سكريبت. طبعا الكورسات دي مربوطة بامتحان في آخر كل دورة عشان تقيس مستواك في التعلم، وشهادة مننا لو نجحت في الامتحان تتويجا لمجهودك. سادسا وأخيرا شهادة CAH، دي أصعب حاجة هتواجهك في المسيرة دي، وده لأن امتحانها بيبقى صعب وفي الغالب هتنجح من تاني أو تالت أو يمكن رابع مرة. ده غير إن الشهادة بتكون مدفوعة. أحبطتك صح؟ طيب ما انا رحت فين؟ هسيب لك لينك في الوصف للكورس اللي انا اتعلمت منه شخصيا على اليوتيوب.
مجاني تمام، وحاجة في منتهى الجمال. ده بالنسبة للكورس. أما الشهادة فبتكون للأسف مدفوعة في مواقع كتير موثقة، بتقدم امتحان للشهادة دي، ولو نجحت بتاخد الشهادة اللي هي شهادة CAH، اختصار للسيرتيفيكال إثيكال هاكينج. وخلونا متفقين ان دي من اعظم الشهادات اللي بتكون في المجال ده بدون مناقشة طبعا. ونصيحة شخصية، الشهادة دي تكلفتها عالية جدا، فما تدخلش امتحانها الا لو جاهز، ده اولا. وكمان لو مقدم على شغل في شركة والشركة دي طالبة الشهادة دي عموما، غير كده ما تقدمش عليها. اخر سؤال معانا، ماذا لو انا داخل المجال فور فن، يعني كهواية بس ومش اكتر؟ هنا يبقى مش محتاج الا انك ترجع للخطوة الثالثة اللي هي احتراف اللينكس بس، وهتتعلم نظام التشغيل اللينكس وبعدين اهم الادوات، وهتاخد معاهم لغة البايثون عشان تعرف تطور ادواتك بالمرة، وتقرأ عن علم النفس وطرق تفكير البشر، لان اهم الادوات اللي هتستخدمها هي الهندسة الاجتماعية. اخر سؤال معانا وهو الفترة المحددة اللي انا اقدر اخلص فيها المجال ده والمسار ده كامل. الفترة المناسبة هي من سنة لسنة ونص، كافية جدا انك تخلص المسار ده، مع العلم طبعا انك ممكن تاخد مرحلتين مع بعض زي CS50 والاوبريتنج سيستم، عادي جدا. بس لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، اشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. سلام.